السلام عليكم. طبعا الشكوى الايام دي كلها الشعر. الشعر هايش، الشعر ناشف، الشعر خشن، وده العادي في جو الصيف وجو الرطوبه ده. كمان لو بتنزلي بسين او بتنزلي بحر او الكلام ده طبعا الشعر بيتدمر خالص. طيب نعمل ايه يا ست الكل عشان نظبط الدنيا ديت؟ وعشان كمان لو بتنزلي حمام سباحه باستمرار، هعمل خلطة. ماشي. ديت لو انت نازلة بحر تحطيها على الشعر تنزلي بيها. لو انت رايحة حمام بسين ونازلة تحطيها تحت الكاب وتنزلي بيها. فاهماني؟ مش هتعمل اي حاجة، بالعكس دي هتعمل لك زي حماية للشعر. دي عبارة عن ايه؟ عن زيت جوز هند. ماشي. هنحط منه شوية. ماشي. شوية جوز هند. تمام. شوية امسكي كده يا جودي. شوية زيت جنين القمح. زيت جنين القمح ده عايزه اقول لكم تحفه. اي كميات انت عايزاها، كميات متساويه. ماشي. زيت زيتون بس يكون نوعيه بردك ايه، نضيفه. تمام. دمجنا كل ده على بعضه. عندك الحبوب دي حطيها، ما عندكيش مش مشكله، انا عندي فهفتحها وهحطها. دي تحفه بردك للشعر. ايوه كده. يا سلام عليا. تمام. وبنقلب كل ده مع بعضه وبتدهني بيه الشعر وتفرجي على الشعر بعد كده وجماله عامل ازاي. تعالي بصي اللمعة، هيديكي لمعة، هيديكي طراوة للشعر حلوة قوي. ماشي. حطيها زي ما قلت لك وانت نازله البحر وانت نازله حمام البسين، حطيها وشوفي الشعر عامل ازاي. طبعا تحطيها لبنوتك، تحطيها لنفسك زي ما انت